على الحبل بتاعه بعد لما خدوا منه السلسله. ونروح لجرو بطل فيلمنا النهارده وهو في الفصل، والمدرسه بتسالهم كل واحد يا طاقيت نفسه يبقى ايه لما يكبر. اللي قال الدكتوره، واللي قال مدرس، واللي قال رئيس والعياذ بالله. ولما المدرسه سالت جرو هنا كان عنده 11 سنه، قال لها انا هبقى الشرير اللي ما جابتوش ولاده. وكلهم قعدوا يضحكوا عليه في الفصل. وخرج من المدرسه وكان سيد وكرم وبيبو مستنيينه عشان يروحوا يتفرجوا على فيلم في السينما. وجرو كان عنده موتوسيكل نفاث، ركبوا عليه وجريوا بسرعه للسينما عشان يتفرجوا على فيلم الفك المفترس. بس طبعا هم مش اي حد عشان يتفرجوا على الفيلم. جرو كان معاه قنبله فيها ريحه بيض بايظ، رماها جوه السينما عشان كل الناس تخرج ويقعدوا يتفرجوا لوحدهم على الفيلم. وبعد لما خلصوا الفيلم راحوا الملاهي يلعبوا شويه. بعد كده قرروا يدخلوا محل عشان ياكلوا ايس كريم، بس الطابور عشان كان طويل جرو ما كانش عاجبه الكلام ده، وسيد اداله رشاش الجبنه الخطير. وجرو قعد يرش على الناس اللي واقفين في الطابور واللي موجودين في المحل. ولما وصلوا للراجل بتاع الايس كريم قال لهم انا ماليش في التلزيق، واداهم الايس كريم ببلاش. وبعد كده روحوا البيت وجرو فتح صندوق البوست